قد اطلعت على القانون المثير للجدل المتعلق بالعنف ضد النساء، وعندما اطلعت عليه تبين لي بديهة أنه مخالف لشرع الله تعالى، مخالف لشريعة الإسلام في عدة نقاط. تبين لي ذلك بديهة، رغم أن شريعة الإسلام التي خالفها وعارضها قد أوجبت وألزمت ووضحت وبينت سبل وطرق دفع العنف عن النساء ومكافحة العنف ضد النساء، ووفرت للنساء من الحقوق والمصالح ما لا يمكن أن يوفره عقل بشري. رغم هذا من شريعة الإسلام هذا القانون قد خالفها في عدة نقاط، وهو بين أيدي الجميع أعتقد أنه قد اطلع عليه، لأن أمره شاع وذاع في هذا المجتمع المسلم. عندما تبينت ذلك اعتقدت حسن النية منا عملوا على المصادقة عليه واعتماده وتطبيقه، اعتقدت تجاههم حسن النية، ورأيت أن ألتمس لهم المخرج الحسن بقول الإمام الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد، من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. أنا أعتقد حسن النية من هذا المجتمع المسلم، من ولاة أموره، من قائدته إلى شعبه ومن شعبه إلى قائدته، وأعتقد أن الغلط والخطأ اعتقادا جازما لا يسلم منه إلا المعصوم. ولقد تقررت القاعدة التي تقول: حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطئه. أما أنه يسلم البشر غير المعصوم من الغلط أو من الخطأ فهذا من المستحيل. حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطئه. لذلك أقول إن أولئك الذين منا أرادوا وعملوا أن يعتمد هذا القانون بحالته الموجودة الآن ويطبق، نلتمس لهم المخرج الحسن بقول الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. وخطأهم ليس أمرا يستبدون به ويستقلون عن غيرهم من علماء وغير علماء، وإنما الشأن هو أنه إذا تبين الخطأ يرجع عن الخطأ وعن الغلط. ويرحم الله العلامة حنظباب بن عبيد العلامة المعروف، حيث يقول: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيء الذي إن ظهر الحق لج يحمي كلامه. إنما المخطئ المسيء الذي إن ظهر الحق لج يحمي كلامه. حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. رحمه الله إذ قال القول الحق: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيء الذي إن ظهر الحق لج يحمي كلامه. حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. فالرجوع عن الخطأ يجعل الخطأ كأن لم يكن، والخطأ كما قلنا سنة كونية في هذا البشر غير المعصوم، لا يسلم منه أحد.